تعني العقود مقابل الفروقات كما يوحي الاسم، ينشئ عقد تسوية الديون عقدا بين طرفين حول حركة سعر أداة معينة. هذه الأطراف هي العميل، المستثمر، والوسيط، مستوى الربح كابيتال باندا. العقود مقابل الفروقات هي عقود مشتقة يتم تداولها في سوق خارج البورصة. من الناحية العملية، هذا يعني أنه بينما يشتري العميل الأسهم المادية مباشرة في البورصة ويحصل على جميع حقوق المساهمين، فإنهم لا يمتلكون حقا أسهم CFD. تعد العقود مقابل الفروقات منتجا فريدا ومثيرا للاهتمام، لأنه يمكن استخدامها للمضاربة والربح من الزيادة في قيمة الأصل الأساسي، ولكن أيضا من انخفاضها باستثناء الأسهم. من الممكن أيضا المضاربة على تطور أسعار الأدوات المالية الأخرى مثل العملات، الفوركس، أو المؤشرات أو السلع. يتم تداول العقود مقابل الفروقات أيضا باستخدام الرافعة المالية، والتي يمكن استخدامها لمضاعفة الربح المحتمل وكذلك الخسارة. يمكنك معرفة المزيد حول الرافعة المالية وأدوات المستثمرين الأخرى في سلسلتنا التعليمية. تزيد الرافعة المالية من المخاطر المالية، والتي قد لا تكون مقبولة لجميع المستثمرين. هذه الأداة تتطلب خبرة، لا تتداول أبدا دون اكتساب المعرفة اللازمة. نوصيك دائما بتجربة العرض التوضيحي والدراسة التفصيلية للأدوات أولا.